من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في خروج أصحاح 19 بيقول لنا في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء، ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء فنزلوا في البرية. هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل، وأما موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. قصة هذه الآيات بعد أن خرج الشعب من أرض مصر وعبر البحر الأحمر ب3 أشهر قضوها في البرية، ربنا صنع معهم أعمال معجزات، أنقذهم، وجم عند برية سيناء اللي هي دلوقتي اللي بيزوروا دير سانت كاترين عند وادي الراحة. القصة اللي حصلت دي تقريبا عند وادي الراحة اللي هو برية سيناء. وابتدى ربنا يعد الشعب في هذا المكان لكي ما يستقبل الوصايا العشر. كان الشعب في احتياج بعد أن خرج من أرض العبودية، كان في احتياج أن يعرف الوصايا التي تؤهله لأن يرتبط ارتباط حقيقي بالرب. فربنا يسوع بيقدم لقبول الوصية أن يذكره بأعماله العظيمة. قال لهم إيه؟ أنا حديكوا الوصايا، أعطاكم الوصايا يؤهلكم بقدر ما تعيشون فيها يكون لكم نصيب سماوي. الوصايا العشر اللي هي: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، تحب الرب إلهك من كل قلبك، اذكر يوم السبت لتقدس. الوصايا العشر. لكن علشان أنت تعيش في الوصايا وتأهل نفسك أنك أنت تنال الملكوت السماوي، عاوزك تعرف النعمة اللي انت فيها. قالوا له: ايه يا رب؟ قال لهم: انتوا عارفين انا جبتكم هنا ازاي؟ قالوا له: يعني عدينا البحر الاحمر وعملت معانا معجزة هذا العبور، وقهرت قدامنا مماليك، وجبت لنا المية من الصخرة، وعطت لنا من وسلوى. قال لهم: بصوا بقى ايه، لما تفتكروا الحكايات دي كلها اعرفوا الوعد اللي انا بديه لكم، العمل العظيم اللي عملته معاكم. قال لهم كده،
وأنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. تقدروا تحفظوا الآية دي؟ مهمة جدا. وأنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. اشمعنى أجنحة النسور؟ أنا حملتكم على كتاف أسد. لا لا لا، حملتكم على مركبات نارية. لا لا، امال حملتنا ازاي على أجنحة النسور؟ حاجة عجيبة قوي، لازم تعرفوها الحكاية دي. النسر يشيل عياله بطريقة عجيبة قوي. النسر ده معروف ان هو ملك الطيور، مش كده؟ النسر ده هو اقوى الطيور، يسكن على مرتفعات عالية قوي، وعشه على المرتفعات العالية. شجرة عالية جدا، جبل عالي جدا، يتمتع النسر بقوة وخصوصا جناحاته، ويفقس أطفاله في العشش دي، ويجي يعلم ولاده الطيران. يعلمهم ازاي بقى؟ جت في سفر التثنية انه يجي في العش يروح زائق الفرخة بتاعته، كتكوت كويس، يروح الكتكوت واقع. طبعا حاجة عجيبة، الكتكوت هيقع هيجرى له ايه؟ هيموت. يروح النسر يلاقي الكتكوت بتاعه ابتدى يطير كده، يتعلم شوية، واول ما هيلاقيه هيبتدي يهوي، يروح جاي تحتيه بسرعة ويروح فارد جناحاته علشان الكتكوت يستريح على ايه؟ على الجناح بتاعه، ويروح واخده ومدخله فين؟ العش، لغاية لما يرتاح ويقول له استنى اديك درس تاني. يروح لزه، يروح الكتكوت نازل، الكتكوت يقعد يصرخ بابا سبتني ليه؟ يقول له ما سبتكش. يقول له بقى ايه؟ كما لو كان الحوار اللي مرة كلمتكم عنه، يا كتكوت يا حبيبي ما تخافش، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة ايه؟ اجمعك. ما هو الكتكوت يبقى فاكر ايه بقى؟ ان ابوه سابه. عرفت ازاي؟ يقعد يصرخ يقول له ما تخافش، انا اوعى تفتكر ان انا سبتك لحيظة علشان اعلمك الطيران وتطير وتكسب عيشك وتكون حياتك وتطير لفوق في الاعالي وتتمتع بالامجاد، لان انا لو سبتك في العش نايم عمرك ما هتتعلم ايه؟ عمرك ما تتعلم ايه؟ يقول له بقى الكتكوت، يقول له متشكر خالص، يقول له بقى اسمع كلامي، انا حملتك على اجنحتي علشان اجيبك ليا. بصوا بقى الكتكوت ايه؟ هو يحس ان هو متروك، يحس ان هو هيموت، يحس ان هو مش هيلاقي ياكل، مش هيلاقي ميه، هيلاقي فرعون قدامه. طبعا هو حصل ايه؟ انه في مسيرة الشعب من مصر الى ان اتوا الى سيناء وجدوا ان هم امام مشكلات كبيرة جدا، مشكلة فرعون ومركباته، مشكلة عبور البحر الاحمر، مشكلة عماليق والاعداء، مشكلة المية في سيناء، مشكلة الطعام في البرية، مشكلة التوهان. دي كلها حاجات ايه؟ مخاوف كتيرة قابلت الشعب. ربنا حللهم مشاكل دي كلها وقال لهم بصوا بقى ايه؟ افتكروا انا عملت معاكم ايه؟ فرعون وانزلت الضربات العشر والبحر الاحمر وضربنا بايه؟ بايه؟ بالعصايه، والميه طلعتها لكم من الصخره،
ولما لقينا ما فيش اكل عطيتكم المن والسلوى وطلع عماليق يحاربكم، رحت موسى فوق الجبل بيعمل ايه؟ فاكرين؟ قولوا معايا بيعمل ايه؟ فوق الجبل بيعمل ايه موسى؟ بيصلي، رفع يدين الاتنين، ويشوع تحت كان بيعمل ايه؟ بيحارب. وايه؟ قال لهم انا عملت لكم انتصارات كتيرة جدا علشان هذه الانتصارات الكثيرة انا حملتكم على ايه؟ قولوا معايا، انا حملتكم على ايه؟ واتيت بكم فين؟ الي، مش وديتكم في حتة غريبة. ما هو الله من اجل محبته ليهم قال انا بشيلكم بقوة عجيبة بوسائل مختلفة علشان اوصلكم ليا، اعرفكم طريقي، امتعكم بسلامي. طبعا بص بقى ايه، الكتكوت وهو نايم في العشة كده مبسوط، يجي ابوه له هتفضل نايم كده عمرك ما هتعيش، طب نفكر في المستقبل، يروح لزه. طبعا اول ما يلزه طبعا هو مش عارف ابوه يقصد ايه، يقعد يقول له بقى كده يهون عليك، ابقى انا ابنك كتكوتك الصغير تلزني كده توقعني، انت مش خايف عليا اموت ومش خايف عليا يحصل لي حاجه ضلوعي تتكسر. يروح وهو عمال يفكر في كل هذه التجاديف، يفكر في كل هذه الملامح اللي تخليه ينسى مراحم ربنا. يروح جاي كده تحتيه، يروح فارش ايه؟ جناحاته، يلاقي جناحاته عبارة عن ايه؟ مخدة مريحة، ويطلع بيقول له ايه؟ بص يا كتكوتي، لقد حملتك على واتيت بك ايه؟ تخيلوا معايا بقى ان هو لما يلز العصفورة كده، الكتكوتة وهي نازلة، النسر فارق جناحها، لون الجناحات النسر يعني رمادي، عدت فراشة جميلة، راح الكتكوت قال سيبك من جناحات ابويا اللي لونها رمادي دي، خلينا نجري ورا الفراشة الايه؟ الجميل. يطلع يجري ورا الفراشة، هيروح سايب ايه؟ يسيح ايه؟ جناحاته، يجري له ايه بقى؟ يجري له ايه؟ يقع. يجري له ايه؟ يموت. ما دي المشكلة، ان احيانا احنا ربنا يسمح انه لكي ما يدربنا على حياة يلزنا شوية كده. انا بقى في عدم ايمان اقول الله ازاي يحصل الكلام ده؟ ازاي يا رب تعمل معايا كده وسايبني ومفتح الباب الرزق لفلان ولفلان وعامل مع فلان ويبتدي بقى ايه؟ الانسان يقعد يقول الناس عندهم ومرتاحين وغيرنا ما عندوش المشاكل بتاعتنا، اصل الناس دول بصوا لايه؟ للفراشة. الفراشة ايه؟ يبص كده الفراشة يجري وراها، ينشغل بجمالها الزائل، شهوة زائلة، خطية زائلة، كسب غير مقبول، فكر لا يمجد الله. يبص يلاقي نفسه ايه؟ يبص يلاقي نفسه جري ورا فراشات العالم وانشغالات العالم وتذمرات العالم، يسيب جناح النسر العظيم ويجد نفسه يهوى إلى قاع الموت والجحيم. ربنا يسوع بيقول لنا مع الشعب أنا بعمل معاكم أشياء كثيرة جدا وبركات كثيرة بديها لكم. في إنسان ينظر لجناحي النسر الإلهي ويقول له أشكرك يا رب لأنك أنت بتسندني بجناحيتك، حتى وإن كان شكلها رمادي مش ملونة زي الفراشة، لكن أحلى من الفراشة، فيها أمان، فيها سلام. لكن في واحد يقول الجناحات دي مش زي الفراشة الجميلة،
والجناحات دي مش زي العش التاني ده اللي نروح نستخبى فيه، يجري ناحية العش التاني يلاقي نفسه مش قادر يكمل المشوار. لكن اولاد ربنا يقولوا له يا ربي ان كنت انت تسمح ان تلذنا قليلا، انما لكي ما نتعلم كيف نواجه الحياة، نتعلم الطيران، كيف نواجه الحياة وكيف نهيئ أنفسنا لكي ما نتحمل مسؤوليات الحياة، وكيف نستطيع أن نجاهد لكي ما يكون لنا بركة الجهاد، لكي ما نتعلم كيف نطير إلى ما هو أعلى. اللي يبص للفراشة، للشهوة، للخطية، يبص جنبيه يلاقي نفسه وقع. لكن اللي يبص لجناحات النسر يقول له أنا هنا أرتاح، لأن لما حتكي على جناحي النسر العظيم أتعلم كيف أطير إلى أعلى أعلى ما هو لا يستطيع آخر أن يصل إليه. ولاد ربنا يقولوا له يا ربي جناحيك أجمل من أي فراشة، واللذة بتاعتك اللي بتلذني بيها دهيت لذة الحنان الحقيقي، والعش الصغير اللي انت عاوز تطلعني منه ده هو كله الأمان اللي يهيئني للعش الأعظم. لما الإنسان يواجه ألم، يواجه ضيق، يواجه احتياج، يقول له يا رب أنا عارف أنك قادر أن تحملني على على ويأتي بي إلى مين؟ ليه هو، مش لحد تاني. أصله ربنا يسوع يحملني على جناحيه لكي ما يأتي بي إليه، مش لحاجة تاني. مش بيجرحني عشان يرميني يقول لك خلصت منك، لا، أصله حبيب، أصله أنا بحبك وعمري ما أحملك على جناحي لكي ما ألقيك لآخرين. بص بقى ربنا يسوع في قوة التعبير الكتابي، أنا حملتك على أجنحة النسور اللي هي جناحاتي، علشان مش هوديك لحد تاني، علشان أعمل لك أجيبك لي. أنا طلعتكم من أرض العبودية مش علشان أتخلص منكم، لا لا لا، أنا حملتكم على جناحي أخرجكم من أرض العبودية لكي ما آتي بكم إلي. أنا اللي كنت معاكم في أرض العبودية صعبتوا عليا، قلت لا لا لا، ما سيبكوش في أرض العبودية، أحملكم على أجنحتي وآتي بكم إلي في البرية. ما البرية بقى حصل فيها مرة ما فيش مية زي الكتكوت لما ترمى ولقى نفسه هيقع، ومرة ما فيش أكل زي الكتكوت اللي اترمى وحس ان هو هيجرى له يموت. ومره يجي عماليق زي الكتكوت اللي اترمى مره وحس ان هيموت. لكن هو الله اعطى اختبارات فرعون ومركباته دي لذة، يعني مش لذة يعني زقة. الزقة ديت ربنا راح جاي تحتهم وراح شايلهم على أجنحته، أجنحة النسور، وعبر بهم البحر الأحمر، وعدوا قبلهم عماليق كانت زقة تانية، راح الله تدخل وأنقذهم من عماليق. وما راحوا وجدوا المية نشفت، صخرة، وبعد كده دي زقة تانية وزمروا زي الكتكوت لما يقول له يا بابا انت سبتني النسر. يعني تخيل كده الكتكوت بتاع النسر بيتخاطب مع ابوه وبيعاتبه ويقول له زقتني وسبتني ازاي. هو كانوا فاكرين ان ربنا سايبهم لما ما كانش فيه ميه، لكن قال له طب اضرب الصخرة هتطلع لك ميه. وبعد كده جاعوا
وقالوا لا لا لا، سبتنا جبتنا في البرية، احنا كان احسن لنا نقعد جنب قدور اللحم وناكل البصل والكرات والجرجير ونهيص. ما دي الفراشات بتاعت العالم، فراشة بصل وجرجير وشهوة وخطية وارتباط بالعالم. وربنا يقول له لا لا لا، أنا سوف أحملك على أجنحتي، أجنحة نسور، وآتي بك إلي. بصوا الاختبار ده هو مهم جدا لحياتنا. اختبار أن الإنسان يدرك أن الله يحمله على أجنحة قوية، وأجنحة ممتلئة حب، وأجنحة تستطيع أن تتعامل مع كل ظروف الحياة. بس الإنسان لما يحصل الزقة ما يتذمرش، ما يتذمرش. على فكرة أكتر حاجة تزعل ربنا التذمر. بص، الانسان اللي يتذمر في حياته من اجل موضوع معين، اللي يتذمر في بيته، الخادم اللي يتذمر في خدمته، بنزعل قوي. يزعل قوي. الانسان اللي يتذمر على معاملات الله اليوميه معاه، الامور ما مشيتش زي ما هو عاوز. لا، انا الاقي نفسي اتزقيت زقه من عش عالي، وانا نازل كده اقول له عمري ما هبص لايه، لا عمري ما هبص لايه، فراشه، وعمري ما هبص لعش تاني، وعمري ما الجناحات اللي شكلها رمادي ويمكن ما يعجبش الناس. انا هبص لجناحاتك القوية والحضنك الدافي والمحبة غير المحدودة، لان انا ادرك تماما انك قادر ان تحملني على ايه، وتأتي بي لمين؟ اليك. هو يجيبني من عنده ويشيلني على جناحاته علشان يرجعني ليه، ما يفرطش فيا. لكن ساعات انا افرط فيه بسبب فراشة، وساعات افرط فيه بسبب انشغال بالعالم، وساعات افرط فيه بسبب قعدة على قهوة، وساعات افرط فيه بسبب صديق او صديقة وحشة، وساعات افرط فيه بسبب برنامج وحش، وساعات افرط فيه بسبب علبة سجاير، وساعات افرط فيه بسبب مشروب رديء، وساعات افرط فيه بسبب استمتاع وقت بخطية، وبعد كده هو الاقي نفسي هويت الى ان اصطدم بارض حجر تحطم حياتي وتحرمني من ابديتي. لكن بصوا بقى ايه، ربنا يسوع في معاملاته مليء بالحنان. لما احنا نشوف كيف يتعامل الله مع اولاده لكي ما يكونوا اناء يستطيع ان يحمل على اجنحة النسور. اول حاجة، كل ما الشعب يطاوع كل ما يكونوا مؤهلين ان يحملوا على اجنحة النسور. يعني موسى يقول لهم يا جماعة يلا بينا نخرج من ارض العبودية، يقولوا له كل ما يقوله الرب لك نفعل. ويجي في وقت من الاوقات يقولوا انت جبتنا هنا علشان ايه؟
عشان تموت. يلا نرجع تاني نبقى عبيد. بصوا بقى ايه قابلتهم مشكله. الوقت اللي هم بيطوعوا فيه يستطيع ان هم يستمتعوا باختبار ان يحملوا على اجنحه الرب مثل اجنحه النسور، لكن لما يتمردوا على الله، يتمردوا ما يطوعوش الوصيه، يلاقي نفسهم ايه؟ بيهوا. يجوا يقولوا ايه؟ يلا نرجع تاني نبقى عبيد. يا رب استنى، يا ست استنى، استحملوا شويه، طولوا بالكم. ده الحكايه عباره عن ايه؟ يعني ما بين العشه والجناح قول 5-6 امتار، اللي بيسميها في سفر اشعيا ايه؟ بيسميها ايه؟ لحيظه. عارفين لحيظه في اللغه العربيه؟ اللحظه يقول تك، دي لحظه. تبقى اللحيظه مش عارف بقى ايه. بتقروا الجرايد النهارده الايام دي يقول لك وكان في السبق نجح لان هو مش 12 دقيقه و4 ثانيه و39% من الثانيه. انا مش عارف بيحسبوها ازاي دي. 39% من الثانيه دي اللي هي المسافه ما بين العشه وجناح النسر. في واحد يقول ايه؟ دي لحيظه تركتك. فكده اي مره كلمتكم فيها يمكن زمان. لحيظه تركتك وبمراحم عظيمه ايه؟ ساجمعك. هي نبوه عن الكنيسه كانت، هي لحيظه تركتك وبمراحم عظيمه ساجمعك. النفس البشريه، الكنيسه، الانسان، لحيظه تركتك وبمراحم عظيمه ايه؟ ساجمعك. تقول معايا دي الايه دي؟ يلا قولوا كده معايا دي. لحيظه تركتك وبمراحم عظيمه ساجمعك. اشعيا 56. تاني، لحيظه تركتك وبمراحم عظيمه ساجمعك. اللحظه او اللحيظه ما بين العش وجناح النسر كان في حياة بعض الناس أيام الخروج يتذمروا ويقولوا يا ريتنا نرجع علشان ناكل قدور اللحم وناكل الشبت والكمون بتاع أرض العبودية. يروح موسى يصرخ لربنا ويقول له يا رب، ربنا يطول باله وينبههم وساعات ينتهرهم، لكن في حب عجيب الله يتعامل بطول أناه غير محدود لكيما يرجع أولاده ليستمتعوا بقوة عمل هذه الأجنحة العجيبة. الطاعة. احنا محتاجين القلب اللي يستجيب. احنا بنيجي الكنيسة حاجة كويسة، لكن مهم جدا ان كل مرة اجي الكنيسة اهيئ قلبي لكي ما يستجيب لصوت الرب. زي ما ناس كتير تسمع صوت ربنا، في واحد يقول تكلم يا رب لان عبدك سامع، وفي واحد تاني يقول انا مش فاضي النهارده دعني من هذا الكلام. فيليكس واغرباس وآدم وقايين، ناس كتيرة رفضوا صوت ربنا. لا، الطاعة. إبراهيم أبو الآباء لكي ما يستمتع بأجنحة الله القوية قال له اترك أرض عبادة الأوثان، قال له حاضر يا رب، وذهب إلى أرض غريبة وكان له قوة هذه الطاعة. عشان كده لما كان أبونا إبراهيم أبو الآباء يتعرض للحظة من لحظات الترك ينتظر ويجد أن الله يتدخل بقوة ويحمله على إيه؟ يحمله على إيه؟ ويأتي به إليه. الطاعة والمواعيد. إيه بقى المواعيد؟ الله بيعد أولاده بمواعيد كتيرة. احنا من اكثر ما يسندنا في حياتنا لكي نستمتع بقوة اجنحة الله المخلصة لينا ان احنا دايما نتذكر مواعيده، زي الوعد اللي احنا بنقراه دلوقتي، وانا حملتكم على اجنحة النسور، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة ساجمعك، لا تخف لاني معك.
لا تخف لاني احببتك. ان نسيت الام الرضيع انا لا انساك. الوعد اللي يقوله لابونا ابراهيم اباركك وتكون ايه؟ تكون ايه؟ بركة، وتتبارك فيك ايه؟ جميع قبائل الارض. الوعود الالهية تخليني كل ما افتكر وعود الله ليا اقول له يا ربي انا ادرك مهما كانت صعوبة الهزة اللي انا بواجهها وانا في العش بتاعك، انا ادرك ان جناحيك ينتظراني، انت تعتني بيا. النسر يبص لابوه كده، الكتكوته الصغيره تبص لابوها النسر وتقول ايه؟ ده عمره ما يتخلى عني، ده ابويا، لانه ان نسيت الام رضعها هو ربنا ده ما ينساناش الوعود. علشان كده دايما اقول احنا في الكتاب المقدس نسمع كلمة ربنا، نقرأ كلمة ربنا، نيجي الكنيسة ونتعلمها. خد في كل مرة وعد يسندك، وتأكد ان كل يوم الله يتعامل معك شخصيا ويبعت لك وعد من وعوده. ودايما بقول ان صلوات المزامير من احسن المنابع للوعود الالهيه اللي بتخلينا الكنيسه نصلي بيها كل يوم. كل ما نصلي المزامير كل يوم نلاقي فيها وعود كتيره، وعود للفرحان وللزعلان، اللي متضايق واللي في الفرج واللي في ضيق واللي في احتياج واللي في عوز وفي سعه، تلاقي وعود كتيره خالص. علشان كده في 6 كلمات عاوزكم تحفظوها خاصة بالوعود. الوعود نتعلمها من الكتاب اللي هو الكتاب الايه؟ المقدس، ونطلبها بالصلاة، وننالها بالإيمان. يعني الوعد نتعلمه من الإنجيل، نقول له يا رب أنت وعدت إن احنا ما نخافش، ما تخلينيش أخاف، يبقى بطلبه بإيه؟ بالصلاة. وانا هناله بايه؟ انا هؤمن ان ربنا هينجيني من كل المخاوف بالايمان. قولوا معايا الوعود نتعلمها من الكتاب، نطلبها، ننالها. قولوا تاني، نتعلمها، نطلبها، ننالها. مواعيد ربنا لينا كل واحد فينا تأكدوا، عيش في الاختبار ده، افرح بيه. كل واحد فينا محل اهتمام الله شخصيا. ولاحظوا ربنا لما بيهتم بينا مش بيهتم بينا بالجملة، فرد فرد باسمنا. يعني احنا ناس مهمين للدرجة دي؟ مهم جدا للدرجة دي. واحد كده لما يجي يسلم عليا يقول له ازيك يا فلان، يقول له انت فاكرني باسمي؟ اقول له انت غالي عليا، وانا بقى على قد عقلي الصغير، يعني قدرتي الذهنيه الصغيره احفظ كم اسم. لا، ربنا بقى حافظ اسامينا كلنا ويعتني بينا واحد واحد، والوعود بتاعته لكل واحد فينا. علشان كده احنا بنسلم المشيئة بالطاعة علشان نحمل على أجنحة الطيور، على أجنحة النسور، وننال ثمرة هذه الاختبارات من خلال إيماننا بالمواعيد. المواعيد اللي نتعلمها من ايه؟ من ايه؟ معايا نتعلمها من ايه؟ كتاب. نطلبها بايه؟ ننالها بايه؟ بالايمان. المواعيد علشان نحمل على اجنحه الدستور، نطاوع، نعيش في المواعيد، نستحمل الالم. بصوا القديسين كلهم يتعددوا في فضائلهم. تلاقي في قديس مشهور بالصلاة، واخر بالصوم، واخر بالعطاء، واخر بالاتضاع، لكن الحاجة اللي بتربطهم كلهم ببعض الألم.
ما هو كده ربنا يسوع قال كده، ان اراد احد ان ياتي وراء يعمل ايه؟ ينكر نفسه ويحمل ايه؟ صليب. تعرفوا الالم اللي هو ايه؟ الم الهزه. ما هو بص ايه، النسر عاوز يعلم ابنه الطيارات، يروح زقه في كتفه كده. طبعا العصفور الغشيم يقول له اي ايه ده، انت قاسي عليا كده ليه بتعمل معايا فيا كده؟ يقول له يا اخي انا مش اسود، انا عاوز اعلمك ايه؟ عاوز اعلمك ايه؟ عاوز اكبرك، عاوز اخلي فيك فايدة، عاوز اخلي عليك القيمة، عاوز اخلي ليك رسالة، عاوز اخليك ناجح في بيتك، عاوز اخليك ناجح في شغلك، عاوز اخليك ليك اختبارات في خدمتك. علشان كده هو ايه؟ انا بزقك، مش بزقك علشان اذيك، انا بزقك عشان اعلمك. لكن الزقه ساعات توجع. في واحد يقبلها بفرح والتاني يعملها يعمل ايه؟ يتذمر طول ما هو ماشي يشتكي. طب شايف عاملين فيا ايه؟ شايف ابونا النهارده عمل فيا ايه؟ شايف المشكله الفلانيه عامله فيا، يشتكي طوب الارض. ده عمره ما يختبر الهزه بتاعت ايه؟ تعلم الطيران. عمال يتذمر، يستحمل الالم. والالم كمان مش بس الالم الزقه، الم العصفوره وهي نازله كده، الكتكوت وهو نازل بيرفرف كده، وعمال يقول يا ترى حقق ولا اقدر اكمل طيران. والخوف. بص بقى العصفوره الشاطره، الكتكوته الشاطره، تروح تبص لابوها كده تقول له بص يا بابا، يقول لها هي عصفوره، تقول له اما يهمك انني اهلك؟ يروح يقول له ايه؟ طبعا انت غالي عليا. بص التلاميذ راحوا ليسوع في وسط الضيقه قالوا له ايه؟ اما يهمك اننا ايه؟ نهلك. واحد تاني يقول له سايبنا ونايم مش سائل فينا، ايه ده؟ امال عمال تعلمنا المحبه ازاي؟ لا، ما ده الموضوع مش نقص حب. انت يا يسوع مش يهم، اما يهمك اننا نهلك؟ يقول لهم ما تخافوش، لماذا شككتم يا قليل الايمان؟ اصل بصوا هقول لكم اختبار مهم جدا. صحيح ربنا يزعل من التذمر لكن يقبل عتاب المحبه. يزعل من التذمر، لكن داود النبي بص بقى قال له الى متى يا رب تنساني؟ الى ايه؟ الى الانقضاء. زي ما امبارح سيدنا كلمنا اما بنيامين، الى متى يا رب تنساني؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ الى متى اردد هذه المشورات في نفسي؟ الى متى يرتفع عدوى؟ انظر واستجب يا رب، انر عيني لئلا انام لهم منوت لئلا يقرأ. وتلاقي مزامير تانية مليانه روح الرجاء. بيقبل الآن. لما تشوف حياة آباء الكتاب المقدس، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، دانيال، نحمية، الآباء الرسل، الكنيسة الأولى، نلاقي إن كلهم تقريبا يشتركوا في الألم. الآباء الكنيسة، القديس أثناسيوس، القديس أغسطينوس، الآباء اللي احنا بنحتفل بتذكاراتهم قبلوا الألم علشان يستطيعوا أن يختبروا قوة عمل الوعود وإيماننا بها الألم واستجابتنا لقبوله. ونلاقي في حياة الشعب تقابلوا مشكلات كتيرة. مرات يقولوا لموسى النبي كل ما يقوله الرب لك نفعل، وهيبتدوا ياخدوا لوحي الشريعة. موسى النبي ينادي أن الشعب كله يقدس ذاته، يقدس نفسه، يتنقى، يتطهر. ويقولوا احنا بنعد أنفسنا لاستقبال أوامر إلهية. في مرة يعدوا نفسهم لهذه الأمور، وفي مرة نلاقيهم بيعملوا ايه؟ لما يجي موسى يقول لهم على حاجة يقولوا انت جبتنا البرية لكي ايه؟ تميتنا؟ ويتذمروا. بصوا زي ما قلت، من اهم الاختبارات في حياة ولاد ربنا قبول المشيئة الالهية بروح الشكر والبعد عن التذمر.
تذمر من امور النهارده. احنا لا شك ان العالم في كل يوم بنجد ان العالم يضع امامنا مشكلات كثيره في كل يوم. مش عاوز اشك، احنا عايشين مع الناس وعارفين كل حاجه. لكن بقدر ما ندرك ان الله عندما يسمح بضيقه فهو يسمح بضيقه ليست فوق الطاقة، لأن الله ليس بظالم حتى يدعنا نجرب فوق ما نحتمل. ولما ربنا يسمح بضيقة يدي منفذ، وربنا لما يسمح بأن الإنسان ينزل كده زي الكتكوتة يقول أنا سايبه لكيما أهيئه لعمل أعظم، لكن لابد أن أحمله على أجنحتي لكيما أرجع به إلي. هدف الإنسان لما يقول له يا ربي لتجعل جناحيك تحملني، ليس لكيما يذهب بي بعيدا إلى العالم. في إنسان عاوز من ربنا أن يحمله على جناحاته عشان يوديه العالم، يجيب له كسب غير مشروع وينجيه. يعني زي على رأي المثل الحكاية النكتة اللي الناس يقولوا الحرام وهو بيسرق يقول يا رب استر. منين بتسرق وتقول له يا رب استر؟ يبقى ربنا يستر على السرقة مش ممكن. فاحنا ساعات نبقى نقول له ايه، عاوزينك تشن على جناحاتك علشان نعمل حاجة غلط. مش ممكن. نحن نحيا في قبول الطاعة، الوعود، الألم، لكننا نحيا بعيدا عن التذمر، قبول الإرادة الإلهية، وأيضا نحرص ألا يكون ألمنا بسبب خطايانا وتعدياتنا. ما ساعات الإنسان يبقى ماشي غلط ويبني ثمرة الغلط ده هو الآلام، مش يقول إن دي طبيعة الحياة، لا، الخطأ ده الألم ده بسبب خطيتي، الألم ده بسبب تعدياتي. أقول له يا ربي اديني ان انا اعيش في نقاوة لكيما اختبر قوة اجنحتك التي تحملني وتأتي بي اليك فاعيش في سلام. نحن في احتياج ان ندرك قوة هذا الوعد في حياتنا. الله يحملنا على أجنحته التي هي أجنحة نسور بعمل الروح القدس. عمل الروح القدس الذي يقوي ويعزي ويسند ويذكر ويعلم. عمل الروح القدس اللي يخليني أواجه آلام الحياة بقلب متسع وأقول له يا ربي مهما كانت هزات العش ومهما كانت وقعات التدرج إلا أنني أؤمن أنك تحملني على أجنحتك أجنحة النسور وتأتي بي إليك. وقل له يا ربي إن كنت تسمح بأنني أشعر أنني متروك إلا أنني أدرك أنه إلى لحيظة تتركني ولكن بمراحم عظيمة تجمعني. نعيش في الاختبار ده لكيما نعيش في شركة قديسينا. القديس أثناسيوس، القديس أوسطينوس من أكثر القديسين اللي واجهوا آلام في حياتهم من نواحي مختلفة، وكانوا يدخلون اختبارات قوية جدا. لم نسمع يوما عن القديس أثناسيوس أنه في وسط آلامه يتذمر، ولم نسمع عن القديس أغسطينوس أنه في وسط آلامه يتذمر، ولكننا نراهم يقبلونها ويذكرون كما لو يتذكرون هذا الوعد. وأنا حملتكم على قولوا معايا، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي.
ولما الانسان يحس ان هو متروك يتذكر الوعد الوحيزة، تركتك وبمراحم عظيمة سأجمع. كله معايا، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. ويعيش الإنسان في قوة هذا الاختبار من خلال الطاعة للرب، من خلال قبول المواعيد. المواعيد نتعلمها منين؟ نتعلمها من الكتاب. نطلبها بإيه؟ ننالها بإيه؟ بالإيمان. نقبل الألم، ما نتذمرش، ونعرف إنه التذمر يحرمنا من بركات كتيرة. عندما نواجه مشكلات في حياتنا، ضيق من نوع معين، نقول له يا ربي احنا لا ننسى انك تعطينا مواعيد كثيرة تسندنا في الطريق. انت تستطيع ان تسندنا كل ايام حياتنا، واحنا متأكدين انك تستطيع ان تحملنا على اجنحة النسور وتأتي بنا اليك. ولربنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. آمين.